بالنسبة للاختلاط المحرم، الاختلاط لو لم يكن هناك اختلاط أصلا ما فرض الله غض البصر، ما أمر الرجال بأن يغضوا أبصارهم ولا أمر النساء بأن يغضضن أبصارهن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذا كانت المرأة مش موجودة عند قدامي ولا في العمل ولا في الطريق ولا في حتى شيء، مما أغض بصري أنا؟ يعني ربي سبحانه عز وجل يكون أمره بغض البصر ما عندوش محل، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يأمر بما ليس له محل. فإذن هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، لماذا المرأة فرض عليها بالنص القرآني أن تدلي عليها من جلبابها وأن ترمي يعني بخمارها على جيبها؟ لو لم يكن هذا الاختلاط، يعني هذا اللقاء بالرجال الأجانب ممكنا متوقعا، لماذا المرأة في بيتها مع أبنائها وزوجها ليست مطالبة بلبس الحجاب، ليست مطالبة بلبس الجلباب ولا بوضع الخمار؟ فإذا وضع آية الجلباب وآية الخمار وآية غض البصر دليل على إمكانية وقوع الاختلاط. إذن الاختلاط المحرم ما هو؟ بارك الله فيها قالت يعني ميزنا له الاختلاط. الاختلاط المحرم هو الخلوة، أن تختلي المرأة برجل أجنبي أو يختلي الرجل أجنبي بامرأة أجنبية عنه. ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. أما إذا كان الاختلاط معناها لا يمنع يعني ليست فيه خلوة، فيه مجموعة رجال ومجموعة نساء راهم يؤدوا أعمالهم يؤدوا وظيفتهم، فهذا الاختلاط ما دام في حدود التزام الضوابط الشرعية من الحجاب والحشمة والتقدير المتبادل والاحترام المتبادل، هذا ليس محظورا ولا محرما. والله أعلم.